ركبت نور القطر وقعدت على الكرسي بخوف، وبدأ القطر ينطلق. جت سيدة وقعدت جنبها وبدأت تتكلم في التليفون وبتقول: يعني انت يا حبيبي سافرت واخدت مراتك واولادك وهتسيبني لوحدي وانت عارف اني ماليش غيركم؟ وبعد سماعها الكلام المتصل بكت وقالت: ربنا يحفظكم يا حبيبي، بس لو ما كنتش تمشي قبل ما اودعكم، بس اهم حاجة تكونوا بخير. وقفلت التليفون. وكانت نور قاعدة بتعيط، وشافتها الست وقالت: مالك يا بنتي، ايه اللي حصلك؟ احكيلي. نور بصت لها وبكت اكتر. الست اخدتها في حضنها وطبطبت عليها، ونور هديت وقالت: مفيش، انا كويسة، شكرا ليكي يا طنط. الست بصت لها بحزن وقالت: انتي شكلك عامل كده ليه؟ انتي متجوزة يا بنتي؟ نور هزت راسها، والست قالت بحزن: حسبي الله ونعم الوكيل، مين اللي يعمل كده في بنات الناس؟ مفيش قلب. وقعدت جنبها تواسيها. وجه الراجل اللي بيلم التذاكر، وجه عند السيدة ونور وقال التذاكر. نور اتوترت لأنها معهاش تذكرة، وبتبص لنفسها انتبهت إنها بلبس البيت وللأسف معهاش فلوس. بصت للراجل وهو بياخد التذكرة من الست، وبص لنور وقال: التذكرة يا أنسة. نور بصت للست واللي خدت بالها إنها معهاش التذكرة، واتأكدت إنها معهاش فلوس، بس باين على شكلها إنها خارجة من غير أي حاجة. فردت على الراجل وقالت: اتفضل يا ابني حق التذكرة علشان بنتي نسيت تجيب. الراجل بص لنور ورجع بص للست وأخد منها الفلوس وقال: مفيش مشكلة يا ست الكل. ونور بصت للست وبشكر، وهي قالت: اللي قوليلي يا بنتي، انتي ايه اللي خرجك بهدوم دي بنص الليل كده؟ نور افتكرت اللي حصل وعيونها اتملت دموع. اصل انا جوزي توفى واهلي مسافرين برا مصر، واهل جوزي طلبوا مني اسيب البيت عشان ابنهم التاني هيتجوز في الشقة بتاعت اخوه. الست عقدت حاجبها بحزن. حسبي الله ونعم الوكيل، هو ايه الناس دي ما عادش عندهم قلب؟ وكملت وهي بتبص لنور: بصي يا بنتي، انا مش عارفه اجيبها لك ازاي، بس يعلم ربنا انك دخلتي قلبي والله، وانا زي ما شفتي كده ماليش في الدنيا غير ابني مالك، وهو سافر هو ومراته واولاده، وللاسف هعيش لوحدي. فانا قلت بما انك ما عادش ليكي حد، تعالي وعيشي معايا في شقتي، ورزقي ورزقك على الله. نور بصت لها بتفكير وما بقتش عارفه تقول ايه، تقبل تروح معاها ولا تكمل طريقها وزي ما ربنا يريد. بس فكرت بانها للاسف ما تعرفش حد في القاهره، وإنها بسبب وضعها حاليا ممكن حد يأذيها، وللأسف معهاش فلوس، فهتروح مع الست واللي ربنا عاوزه هيكون. ردت عليها نور وقالت: موافقة وربنا يصلح الحال. طبطبت عليها الست وقالت بحنية: شكلك بنت حلال، إلا هو انت اسمك ايه يا بنتي؟ قعدنا نتساير ونسينا نتعرف. ضحكت نور وقالت بابتسامة: نور يا طنط، اسمي نور. ابتسمت الست وقالت: الله يا نور، اسمك حلو قوي. أنا بقى يا ستي اسمي جواهر، هو الصراحة اسم غريب حبتين بس أهو مميز. ضحكت نور وقالت: الله، اسمك حلو قوي يا طنط جواهر. جواهر ضحكت: بس الناس بتقولي يا ام مالك، بس انتي تقوليلي ماما جواهر. وكملت بحزن: كان نفسي يكون عندي بنت قوي، صحيح ربنا مرضش والحمد لله، بس انتي بنتي برضو. ابتسمت نور وقعدت تتكلم مع الست وبيضحكوا، وبتحاول ما تفكرش في اللي حصل عشان الست ما تشكش فيها. وعلى الجانب التاني بيخرج ياسين من الحمام وبيتفاجئ بان الاوضه فاضيه وان نور مش موجوده. بيخرج يدور عليها ومش بيلاقيها. بيتصل على رضا اللي في لحظه بيوصل وبيشوفوا الكاميرات، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا نور خارجه من القصر بلبس البيت وبتجري بسرعه جدا. وقف ياسين بخوف وغضب: ازاي تخرج من القصر بالشكل ده ومن غير اذني؟ بيطلع للجناح بتاعه وبيلاقي تليفونها، وبيتفاجئ ان اخر حد اتصل بيها كان مازن، وبطريقه ذكيه بيقدر يسمع المكالمه من عن طريق مسجل الصوت السري. وبيلاقي ان مازن بيقول لها ان والدها اتقتل وان هو اللي قتله، وسمع صوت امها بتصرخ: اهربي يا نور، ده بينتقم. ياسين اتملكوا الخوف عليها، مش عارف يتصرف ازاي، يروح يدور عليها ولا يكمل انتقامه. نزل لرضا اللي واقف على اعصابه: خير يا ياسين، لقيت ايه؟ حكاله ياسين على اللي سمعه، وبدأوا يتحركوا ويدوروا عليها. ياسين راح لبيت الشرباوي ودخل بغضب ينادي عليها بصوت عالي، واكتشف ان مفيش حد في البيت غير رفعت الشرباوي ومنى مرات سعد وبناتها. ياسين بغضب: في النور يا رفعت يا شرباوي. خرج رفعت على صوته واتفاجئ من شكل ياسين: ايه اللي بتعمله ده يا كبير؟ نور اللي بتدور عليها حدانا، هي مش في بيتك. ياسين قرب منه بصوت عالي: فين نور؟ خرجت منى وقالت: ما نعرفش، وبعد يدك عن أبوي، من بعد اختفاء جوزي وأخوه وفريدة مرته وابنها مختفين، شكلهم سافروا لبلدهم. ياسين بصلها بغضب وخرج وركب عربيته واتجه للمحطة، وسأل المسؤول هناك عن القطر المتحرك من شوية، واتفاجئ
إن في قطرين اتحركوا، الأول كان للقاهرة والتاني اسكندرية. فياسين اتأكد بإن نور وأهلها فعلا رجعوا لبلدهم اسكندرية. رن على رضا وبلغه يجي لمحطة القطر وقال: نور وأهلها هربوا على اسكندرية. وهنعمل إيه يا كبير؟ أنا عاوزك تروح تدور عليها وتقلب اسكندرية عليها وتاخد معاك الرجالة، وأنا هخلص بقية الشغل اللي حدانا وحصلك على هناك. على ما ينفذ يا كبير، اعتبره حصل. وخرج ياسين من المحطة، ورضا بلغ الرجالة عن المهمة اللي هيقوموا بيها. ورجع ياسين للقصر وطلع جناحه وبدأ يكسر كل حاجة فيه بغضب. انتوا السبب في اللي أنا فيه، ليه دايما بتحبوا الشر؟ كسرتوا أمي وقتلتوها غدر عشان اتجوزت أبوي، كان ذنبها ايه انكم عيلة جهلة؟ أني حمحيكم من على وش الأرض. وانت يا نور أبوكي ده واطي وما يستهلكيش، بقى بتبعدي عني وفكراني حأذيكي واني أكتر حد هيخاف عليكي. مسك صورتها وصرخ بغضب: ليه سمعتي كلامهم وتركتيني؟ ما كفاكيش اللي عملتيه معايا واحنا صغيرين، بتسيبيني تاني ليه؟ وبيكسر الصورة وبيقوم وبيركب عربيته وبيروح للبوس يخلص آخر مهمة في حي من أحياء القاهرة، حي شعبي بسيط. بتوصل الست جواهر وجنبها نور اللي كانت لابسة عباية من عبايات الست جواهر. أول ما بيدخلوا للمنطقة الكل بيبص لنور بتعجب. من الواضح إن المنطقة دي عارفين بعض كويس ويقدروا يعرفوا الغريب من القريب. بتسأل ست من الموجودين: مين الأمورة دي يا أم مالك؟ بتضحك الست جواهر وتقول: بنت أختي يا أم فوزي، هتونسني شوية يا أختي. الكل بيبص عليها بإعجاب لأنها كان باين عليها إنها جميلة، وبالذات فوزي اللي بيقرب منهم وبيبص لنور بإعجاب وبياخد الشنطة من إيدها. بتبص له جواهر وبتقول: تشكر يا فوزي، ما نحرمش منك. فوزي: على إيه يا ست أم مالك؟ ده أنت فوق راسي واخدمك برموش عينيا. بتضحك الست جواهر وبتلاحظ عيونه اللي هتنخلع وهي بتبص على نور. أخدت جواهر الشنطة بعد ما وصلوا البيت. متشكرة يا فوزي، ابقى وصل سلامي تاني لأمك. لو احتجتي أي حاجة يا أم مالك، خدامك فوزي موجود. نور كل ده بصة في الأرض. ردت جواهر: شكرا يا فوزي، يلا اتكل على الله، خلينا نرتاح يا ابني، احنا جايين من سفر. فوزي بيمشي وبتقف جواهر ونور واللي بتقول: أنا أول مرة أروح مكان زي ده. جواهر بتمسك إيدها: ما تخافيش يا نور، اما تتعودي صدقيني المنطقة هتبقى على قلبك زي العسل. مش قادرة أصدق إني هعيش هنا. هو أنا مش بتبطر والله، بس أنا طول عمري بعيش في قصور، ما تخيلتش إني هعيش في منطقة شعبية أبدا، بس الحمد لله أحسن من ما فيش. ده كان تفكير نور في الوقت اللي شافت فيه شقة جواهر. بيعدي 3 شهور والوضع كما هو. ياسين قلب الدنيا على نور ومش لاقيها، بيدور عليها في كل حتة، حتى إن ما سابش اسم أو مستشفى اللي ما سأل عليها، وغير علاقاته الكتير اللي ساعدوه، ولكن ما كانش ليها أي أثر، خصوصا إن أمها وأخوها سافروا للأردن، وبرضه نور ما كانش ليها أي أثر. بيعدي شهور وسنة وسنتين و3 ومفيش وجود لنور. ياسين شكله بيتغير وكل حاجة حواليه ما عادش ليها طعم. مش هينكر إنه بيحبها وإنها رغم عنادها إلا إنها كانت حب طفولته، وكان دايما بيسميها الطفلة العنيدة. وكانت نور بتحب جاك والروز جدا، وهو لما عرف الموضوع ده سمى الخيل على اسمهم علشان لما ينده لهم كان يفتكرها. بيكون ياسين في أوضة المكتب وبتدخل عليه هنا واللي أصبحت محامية وبتقول: أنا عرفت مكان نور. بيقف ياسين مصدوم وكأنها رجعته للحياة مرة تانية بكلامها، وقال وهو بيشدها ليه بلهفة: أنت بتقولي إيه؟ لقيتي نور إزاي؟ هنا: كان عندي جلسة في القاهرة وأنا خارجة بتجول في يوم شفتها، والحقيقة اتصدمت، ولكني بعت شخص يجيب معلومات عنها وعرفت إنها شغالة في محل ملابس وعايشة في بيت ست في منطقة شعبية. والغريبة إن الست دي بيقولوا إنها خالة نور، بس أنا لما عملت تحرياتي عنها عرفت إن أمها ملهاش إخوات، ومن معلومات عرفتها من حد في المنطقة عرفت إن من 3 سنين الست دي واللي اسمها أم مالك دخلت عليهم وقالت إنها بنت أختها وعاشت معاها، وبعد 2 سنين بتموت الست وبتفضل نور عايشة في الشقة وبتصرف على نفسها، ده غير إنها ما بتختلطش بأي حد نهائي، والكل بيتعامل معاها على إنها خارصة من قلة كلامها. ياسين مصدوم من اللي أخته بتحكيه. بيتصل على رضا بسرعة وبيجي وبيقوله على اللي سمعه من هنا، وقال: إحنا لازم بكرة الصبح نكون في القاهرة. في المنطقة المتواجدة فيها نور، كانت نور خارجة من بيتها وبتلاقي فوزي واقف قدام البيت وبيقرب منها وبيقول: الجميل رايح على فين؟ نور بتلف وشها وبتمشي وما بتردش عليه، لكنه بيمشي وراها وبيغازل فيها بطريقة بلدي: عاوز أسمع صوت القمر، أكيد صوته حلو بعد كل الجمال ده.
نور بتضم حاجبها بغضب من أسلوبه وبتبصله وهو ضحك وكمل: انت فهماني اهو. وبيشدها علشان يوقفها، ولكنه بيتفاجئ بإيد شدتها لبعيد وبتقول: ابعد ايدك يا فوزي يا ابن ام فوزي، لحسن اخلي وشك شوارع وامسح بيك الاسفلت. فوزي يبعد وبيقول: مديحة انت عاوزة ايه يا بت وانت مالك؟ مديحة بغضب: مديحة مين يا باكية يا بتاع الرباباكية، ما تروح ياض للخرابة اللي جاي منها. نور بتضغط على ايد صاحبتها بمعنى: خلاص سيبك منه. بتبصلها حنين وبتسيبه فعلا، وبتاخد ايد نور وبتمشي. واول ما بيخرجوا من المنطقة بتتكلم حنين: الواد ده رزل ومش هيسيبك في حالك غير لما تديه فوق دماغه، اسمعي مني. نور بتضحك وبتتكلم: يا بنتي اهدي، انت ايه لما صدقتي؟ هو ممدوح متخانق معاكي ولا ايه؟ حنين بتبصلها وبتاخد نفس وبتقول: يغور في 60 داهية، ده انا غلطانة اني اتخطبت لواحد زيه. نور بتفهم انها متخانقة مع خطيبها: طب اهدي، مش انتي اخترتيه وقلتي مستحيل اتجوز زبالة؟ وقامت ضحكت وقالت: وروحتي حبيتي بتاع المجاري. حنين بتضربها على كتفها وبتقول: وماله بتاع المجاري، ده حتى واد عسل، وانا بعد الجواز هيشيل الفكرة دي من دماغه، مش عايز عيالي يتنده لهم باسم ولاد محمود بتاع المجاري. ضحكت نور وحنين ضحكت على ضحكها وراحوا الشغل. وفي آخر اليوم بيوصل رضا للمنطقة اللي قاعدة فيها نور. بيكون سبق ياسين علشان يكتشف المنطقة بنفسه، وبيقف قدام شاب واقف على الناصية وبيقول: ازيك يا كبير، وبيطلع سيجارة يديها له. الشاب بيبصله باستغراب ولكنه بيبتسم لما بيشوف السيجارة، فبيرد عليه: ازيك يا ريس. رضا بيقول: في بنت هنا كنت جاي اسأل عنها عشان عاوز اخطبها. بيبصله الشاب بنص عين: انت عايزني انا اقولك اخبار بنات حتتي؟ بيطلع رضا مبلغ وبيديه للشاب وبيقول: عايز تسأل عن مين؟ رضا بيقول: البت اللي اسمها نور. بيرد الشاب وبيكمل كلامه: تقصد بنت اخت الست ام مالك، نور الخرصة؟ بيتفاجئ رضا وبيقول: خرصة؟ قصدي يا باشا البت دي من ساعة ما جت المنطقة هنا وهي ما بتتكلمش ومحدش سمع صوتها. وبيكمل وهو بيشاور على فوزي: شايف الواد فوزي ده؟ بيهز رضا راسه وبيكمل: شايفه، ده بقى حاطط عينه عليها وعايز يخطبها، بس هي بتصد ومش مدياله وش. ده بقى حاطط عينه عليها وعايز يخطبها، بس هي بتصد ومش مدياله وش. بيبتسم رضا وبيكمل: ما تعرفش مين هنا قريب منها؟ ما فيش غير البت مديحة خطيبة محمود بتاع المجاري، هي اللي بتروح الشغل معاها واصحاب يعني يا باشا. وفين بيت مديحة دي؟ على ايدك اليمين اخر الشارع ده. بيسيبوا رضا ويمشي، وبتكون وصلت حنين ونور، وبيقرب منهم الشاب وبيقول: بيت مديحة، في واحد جاي بيسأل على صاحبتك، وبعدين سألني على بيتك وانا شاورت له عليه. بتتصدم نور وحنين وبتتعصب حنين: مديحة في عينك، انا اسمي حنين ياض. نور بيتقبض قلبها من اللي سمعته، وبتمسك ايد حنين وبتشاور بعينها انها عاوزة تتكلم. واول ما بيمشوا خطوتين بتقول نور: انا حاسه ان اللي سأل عليا ده انا عارفاه، روحي شوفيه انتي وصوريه من غير ما ينتبه. فعلا بتمشي حنين وبتطلع نور لبيتها وهي مرعوبه، وبتقفل الباب على نفسها كويس. وبتروح حنين لبيتها وبتلاقي الشاب واقف هناك وجنبه محمود خطيبها. بتقرب حنين منهم وبتقول: مين الاخ ده يا محمود؟ بيبصلها رضا وبيقول: انتي مديحه مش كده؟ بتتعصب حنين وبتقول بصوت عالي: حنين، اسمي حنين مش مديحه. بيفهم رضا انه لقبها وانها ما بتحبوش وبيكمل: انت صاحبة الانسة نور مش كده؟ بتهز حنين دماغها وبتقول: خير يا فندي، عاوز ايه من نور؟ بيكمل رضا وبيقول: عاوز اخطبها. بتحس حنين انها مش مرتاحه له، خصوصا بعد ما شافت ملامحه اللي ما فيهاش اي مشاعر. وبتفتح الكاميرا وهو بيبص لمحمود وبتصوره، وبتبعت الصورة لنور اللي اول ما بتشوفها بتتصدم وبتقول: ده اللي شغال عند جوزي. بتفتح حنين الرسالة وبتتصدم وبتحاول ما تبينش أي حاجة، وبتقوله: أنا هعرفها عشان هي خارصة ومحدش بيفهمها غيري، وهشوف ردها. وانت يا محمود خد رقم الأستاذ، وأول ما ترد عليا وتبلغني رأيها هنكلمك. بيبتسم رضا وبيمشي، وحنين بتقول بصوت واطي بس للأسف خطيبها بيسمعها: عاوز تخطبها يا ابن النصابة؟ جاي يطمن عليها عشان يبلغ جوزها. بيكلمها محمود باستغراب: جوز مين؟ هي متجوزة؟ حنين بغضب: ايوه يا اخويا متجوزه عمده الصعيد، والواد ده دراعه اليمين، فاكيد جايين ياخدوها. بيسيبها محمود وبيقول لها: ربنا معاها، انا هروح للقهوه. بيمشي ولكن حنين بتوقفه: عارف يا محمود لو حد عرف بالكلام ده هعمل فيك ايه؟ بيهز محمود راسه وبيمشي، وحنين بتجري على شقه نور لكنها ما بتفتحش
بترن عليها وهي بترد بعد فترة، وبتدخل حنين وبتتكلم مع نور وبتقول لها هتعملي ايه؟ نور بخوف مفيش حل يا حنين، هو أكيد حاطط رجالة في كل حتة، فأنا كده كده خلاص اتكشف مكاني. حنين بخوف على صاحبتها ما تخافيش يا نور، أنا جنبك ومش هسمح له يأذيكي طول ما أنا معاكي. ربنا يخليكي ليا يا حنين وما تحرمش منك أبدا. وبتبص في الساعة وقالت الوقت اتأخر يا حنين، يلا ارجعي البيت. وفعلا بتخرج حنين وبتفضل نور تفكر وبتفضل تعيط من خوفها. وتاني يوم الصبح في المنطقة بتقول ست من الواقفين بيقولوا جوزها جاي من الصعيد عشان ياخدها. ردت ست من اللي بيحكوا وهي طلعت متجوزة؟ ردت الست اللي بدأت كلام أيوة يا أختي طلعت متجوزة، ومش متجوزة أي حد، ده عمدة الصعيد بذات نفسه. وعرفتي منين الكلام ده؟ الواد محمود خطيب البت حنين قال للرجالة امبارح في القهوة، وجوزي طبعا ما خباش عليا. الكل انصدم من كلامها، ازاي طلعت متجوزة وجوزها جاي ياخدها؟ دي بقالها 3 سنين عايشة في الشقة دي وما بتختلطش بحد. كانت لسه واحدة هترد لكن وقفهم صوت عربيات وقفت قدام العمارة اللي ساكنة فيها نور. طلع راجلين مسلحين في الأول وبعدها خرج شاب في متناول الثلاثينات، بس الحقيقة كان جميل لدرجة الكل كان مصدوم من هيبته وجماله. دخل العمارة وشاور لحراسه إنهم يفضلوا مكانهم، اتجه للشقة اللي فيها مراته ورن الجرس. وفي الوقت ده كانت البنت واقفة ورا الباب مرعوبة منه وكاتمة بقها بخوف، وهو فضل يرن في الجرس. بهدت بخوف عن الباب، لما لقيته مصمم وواقف دخلت المطبخ جابت سكينة، وهي رايحة عند الباب اتفاجئت انه دخل. قالت بصدمة وبرعب هو انت دخلت ازاي؟ قرب منها خطوتين وهي بعدت برعب، ابتسم بخبث ورفع ايده اللي ماسك بيها المفتاح وقال بده. بصت له برعب اكتر انت عاوز مني ايه؟ ياسين بغضب انت ناسية انك مرتي ولا ايه؟ بلعت ريقها بخوف من قربه المرعب وقالت انت طلقتني وبأمارة انك قتلت ابويا، ودموعها اتجمعت في عينها. انت وحش مش بني ادم. شدها ياسين من وسطها الكلام ده نتكلم فيه لما نرجع الصعيد. بتحاول تفك نفسها من قبضته ابعد بقولك انا مش همشي من هنا انت فاهم. وفي ثواني خرج من جيبه مخدر ورشه على وشها وهي في لحظة نامت. شالها ونزل العربية بكل هيبة، وكان كل الناس متجمعين حوالين العمارة، وأول ما شافوه كل واحد جري راح في مكان. بصلهم ياسين ببرود وأمر حراسه ينطلقوا للصعيد. وبعد مرور بعض الوقت وصلوا الصعيد وكانت البلد كلها متجمعة قدام بيت الكبير. وقفت عربية ياسين قدام البيت والكل واقف مستني يشوف اللي هيحصل. ياسين قرب من والده وقال ايه ده يا بوي، الناس دي بتعمل ايه في وقت زي ده عاد؟ انت عارف اني ما بحب الشغل الحريم واصل. ابوه بص للناس ورجع بصله الناس عاوزاك تتمم العادات الليله، وبما انك رجعت مرتك لازم تدخل عليها الليله. علة الشرباوي مصمم على كده يا ولدي، انت عارف انك لو ما دخلتش هيعملوا ايه؟ مش بعيد يقتلوها، سامعني يا ولدي؟ بصله ياسين بصدمه وقال الكلام اللي بتقوله ده ما يمشيش على مرة الكبير يا بوي، عارف ان اهلها مش هيسكتوا، بس تدخل الليله لا. ابوه بصله برجاء عشان خاطري يا ولد اسمع الكلام اللي بقولك عليه. قالت الشرباوي ما بقوش طيبين، وعشان اللي عملته في ابو نور مصممين تدخل الليله يا اما يقتلوها ويقتلوا اخوك، وبكده يكون الطار انتهى. فكر ياسين في كلام ابوه ولف وشه وقال عندك حق يا بوي، كان لازم اتمم العادات من اول يوم. بيشيل نور وبيطلع لجناحه وخلال دقايق بيخرج من البلكونه وهو ماسك شال ابيض. الكل بيحييه بضرب النار، وبعد دقايق بيدخل الأوضة وبيلاقي نور واللي كانت نايمة بتلقائية. بيقرب منها ياسين وبيعدلها وبتكون في خصلة من شعرها نازلة على عيونها. في الأول بيتردد في إنه يشيلها من على عيونها ولكنه بيقرب منها وبيبعدها عن عيونها، ونور بتدي رياكشن مضحك وهو بيبتسم على شكلها. وبيفضل ياسين جنبها وبيتأملها بكل حب. وحشتيني قوي يا نور، بقى تبعدي عني 3 سنين بحالهم، أني هنت عليك يا نوري. بيحس إنه محتاج لها جدا وعاوز يضمها لحضنه، وبالفعل بينام جنبها. وللأسف بينسى الجرح اللي في رجله وبياخدها في حضنه وبيضغط عليها بشوق ورغبة. بتصدر نور صوت بيدل على اختناقها فبيبعدها مسافة صغيرة وبينام. في مكتب هنا بيدخل رضا واللي على وشه ملامح الغضب. مين الواد ده اللي كنت واقفة معاه؟ بتقف هنا وبتتعصب. انت ازاي تدخل على مكتبي بالطريقة الهمجية دي؟ انت داخل زريبة. بيقرب منها رضا وبيضغط على ايدها. انطقي بدل ما هعمل حاجة نندم عليها. بتبصله هنا في عيونه وبتلاحظ غضبه وغيرته اللي أول مرة تلاحظها. رضا بنفس صبر. ها يا هنا، ده بيكون خطيبي
رضا ما بيغمضش عيونه وبيضغط على ايدها لدرجة انها عيطت من الوجع. ايدي اه. بيبعد رضا عنها وبيقول ازاي تقولي عنه خطيبك وهو ما تقدمش اصلا. بتكمل هنا بدموع. ما هو كان بيتفق معايا انه هيجي يتقدم بكره. قال رضا بتلقائية. ياسين مش فاضي وانت عارفة انه الفترة دي هيكون مع نور، وللأسف مفيش حد هيقابله. أظن حسن أخوكي سافر هو ومرته، وأبوكي مشغول في البلد عشان مسك العمودية. هنا بصت له بتحدي. مفيش مشكلة يستنى. رضا خلاص اتعصب أكتر. ويستنى ليه؟ أنا زي ياسين يجي ويتقدم مني بكرة. هنا بتهز راسها. أوكي هبلغه يجيلك بكرة. وبتقوم وتخرج من المكتب وبتتصل بخطيبها. رضا بيقرب من مكتبها وبيقعد على الكرسي بتاعها وبيفتح الدرج الخاص بيها وبيلاقي صورة ليه هو وياسين. بص للصورة مقصوصة وكان هو بس اللي باين. بيتفاجئ من اللي شافه وبيبص للصورة بتفكير وبعدين بيبتسم ويقوم وبيخرج من المكتب. بيلاقيها بتتكلم في التليفون وأول ما شافته بيقرب أسلوبها اتغير وبدأت تعلي صوتها عشان يسمعه وختمت المكالمة. سلام يا حبيبي أشوفك بكرة. بيتضايق رضا لكنه بيتماسك وهو بيقول أتمنى الخطوبة تتم على خير عشان أعرفكم على خطيبتي وبالمرة نعمل الفرح مع بعض. قلبها بيتقبض وبتبصله بصدمة. هو أنت خطبت؟ رضا بابتسامة. مفيش مبروك لأخوك الكبير ولا إيه؟ أخوكي؟ أنت بجد خطبت يا رضا؟ رضا بيتماسك ومش عارف يبين ضعفه قدامها خصوصا إن عيونها لمعت بالدموع. ايوه وان شاء الله بعد مني هعرفكم على بعض. بيسيبها وبيمشي وهي بتبص مكانه بصدمة وبتحس ان قلبها هيقف من الصدمة وهو بيخرج ويبتسم. يا انت يا هنا بقى عاوزة تجننيني؟ اما وريتك يا طفلتي ما بقاش انا رضا. وفي صباح يوم جديد بتصحى نور وهي حاسة بجسم ضخم متملك في حركتها مش عارفة تتحرك. بتبص ليه وبتلاقي ياسين. بتحاول تقوم وهي بتغمض عيونها وبتفتكر اللي حصل امبارح وهي بتقول خلاص يا نور قدرك جابك هنا تاني. بتحاول تقوم مرة واتنين وهي بتقاوم جسم ياسين. حس بحركتها وفتح عيونه ولقاها بتعافر عشان تبعده عنها. بيقوم وبيسيب ايده وهي بتبصله وبتقوم من غير اي كلمة ولكنها اول ما بتشوف دم على الارض بتصرخ. ايه ده؟ رجلك فيها دم؟ هو ايه اللي حصل؟ ياسين بيبص لرجله وبيتفاجئ بانه نسي يعالج الجرح وده خلاه يورم ويلتهب وبيلمسه لكنه بيوجعه قوي. بيغمض عيونه بألم فبتلاحظ ده نور وبتروح للحمام تجيب إسعافات أولية وبتقرب منه وهو كان بيحاول يقاوم لكن الوجع بيزيد. بتقرب نور منه وبتبدأ تطلع المطهر. هيوجع شوية بس ما تخافش امسك ايدي. بيبص ياسين على ايدها اللي مداها ليه وبيمسكها وأول ما بتبدأ نور تطهر الجرح بيضغط ياسين على ايدها وهي بتكمل تطهير وبتستحمل وجع ايدها. وبعد ما بتخلص بتحط معالج التهابات وبتلف الجرح وهو كل ده مركز معاها. وأول ما خلصت قربت منه وهو قرب منها وبص في عيونها اللي كان جواها وجع كبير. ونور مركزة في عيونه في كلام كتير موجود في عيونه ومشاعر مختلطة وجع حزن سعادة لا مبالاة مش عارفة تحدد. بس الغريب إنها والأول مرة تحس بقلبها بيدق من قربه. ياسين باصص لشفايفها وهي عيونها عليه. قرب منها وهي للحظة كانت خلاص على وشك تقع في الفخ ولكنها بتقوم وبتقول انت كويس؟ بيهز راسه بمعنى ايوه. وهي بتقوم وبتدخل الحمام وبعد دقايق بتخرج. كان بيحاول يقوم لكن رجله وجعاه. بتخرج من الحمام وبتلاحظ انه بيقاوم. قربت منه وقالت عاوز تعمل ايه؟ هاتيلي لبس من الدولاب. نور بتتجه للدولاب وبتختار ملابس مريحة وبتقرب منه وهو بيبدأ يغير التيشيرت وبيجي يغير البنطلون. بتوجعه رجله ومش بيعرف يلبسه. نور بتلاحظ وبتقرب منه وبتساعده وكل ما يبصلها تشيل عيونها. ياسين شدها قبل ما تمشي. نور. نور بتحس بقلبها بينط من كتر التوتر. بتبصله وهو بيقول اقعدي هنا. بتبصله بتوتر وهو بيكمل انت ارتكبتي جريمة ولازم تتعاقبي. وعند رضا قاعد في مكتبه وبيلاقي الحارس المساعد بيبلغه بوصول شاب بيسأل عنه. بيقف رضا بيقول خليه يدخل. بيدخل شاب وعلى ملامحه ابتسامة. حضرتك قريب الآنسة هنا؟ رضا بيسلم عليه. رضا منصور صديق العيلة وأم سابت أخوها. بيسلم الشاب. اسمي محمد سليمان محامي زميل للآنسة هنا وجاي لحضرتك القهوة يا رمضان. ده بيكون صوت رضا وهو بيقاطع محمد في الكلام. لا مؤاخذة يا محمد كمل. بيبص له محمد وبيكمل. أنا طالب إيد الآنسة
بيعطس رضا وبيضطر محمد يوقف كلامه وبيساعده ويديله مناديل، وهو بيقول يرحمكم الله. رضا وهو بيشد منديل من الباكت اللي قدامه وقال الحمد لله. بص له محمد أكمل؟ رضا هز دماغه وقال اتفضل، اعذرني اني بقاطعك. لا مفيش مشكلة، أنا بس جاي عشان أطلب إيد هنا. وبيدخل رمضان وهو بيقول رضا باشا، في اتصال جاي لك من ياسين بيه أخو الآنسة هنا. بيبص رضا لمحمد وبياخد التليفون. ده أخوها. ألو، أي يا ياسين، بتقول إيه؟ هنا اتكتب كتابها؟ بيبص له محمد بصدمة. إيه؟ إزاي يعني؟ دي لسه مكلماني. رضا طنش كلامه وكمل في التليفون. بتقول إيه يا ياسين؟ بقى هنا بتقولك في عيل مسهوك جاي يتقدم لها وهي عاوزاك تظبطه وتعدله كده؟ وبيبص لمحمد بصدمة. يعني أنت جاي دلوك يا ياسين وناوي تظبطه؟ محمد بيبص برعب الرضا وبيقوم يخرج بسرعة وهو بيصرخ بخوف. رضا بيدي التليفون للحارس اللي واقف وبيضحك وهو بيقول يا لهوي يا باشا، ده طلع عيل مسهوك بصحيح. رضا بيديه الفون اللي ما كانش بيتكلم أصلا وقال بقى أنا مش عاجبها والواد الخرو ده اللي عاجبها. بيضحك الحارس وبيخرج وبيسيب رضا سرحان فيها. وبيعدي نص ساعة بالظبط وبيتفتح مكتب رضا بغضب وبتكون هنا عقدة حاجبها بغضب وبتقول. بتدخل هنا لمكتب رضا وهي عقدة حاجبها بغضب وبتقول انت ازاي تقول ان مكتوب كتابي؟ بيقف رضا وبيقرب منها وبيقول دي الحقيقة، أنا ما كدبتش في كلامي. هنا بصله بصدمة والدموع في عيونها وهو قفل الباب علشان محدش يدخل وقرب منها وهي بعدت وشها ومسحت دموعها اللي نزلت بسرعة وكملت انت بتقول ايه؟ مين دي اللي مكتوب كتابها؟ رضا بيقعد على مكتبه وبيقول ببرود انت يا مدام هنا. هنا واقفة بتبصله وهتتجنن. ما تخلص بقى يا رضا، انت مش هتبطل برود الأعصاب ده. وقف رضا تاني وقرب منها وقال انت عايزاني اوافق على واحد جاي يطلب ايد مراتي؟ هنا اتصدمت من كلامه وفضلت بصله بعيون مفتوحة من الصدمة. رضا مسك ايديها وقعدها على الكنبة اللي موجودة في مكتبه وقعد قدامها وهي اتكلمت وقالت انا مراتك انت؟ طب وقامت ضربته في بطنه ووقفت وهو وقف من الوجع وكملت هي كلامها انت فاكرني هصدق الهبل ده؟ رضا واقف باصص لها بنص عين وقال انت مجنونة يا هنا، بقولك انت مرتي ومكتوب كتابنا. وانا ما حضرتش الكلام ده، ومين بقى اللي كتب كتابي ووافق عليه؟ رضا وشدها لحضنه وهي كانت مصدومة. انت يا هنا اللي وافقتي. هنا ما كانتش فاهمة بس هو كمل وافقتي من غير ما تقولي اصلا. انا لما فتحت الدرج بتاعك وشفت صورتي عرفت انك بتحبيني واكتر مني كمان. رحت واتقدمت لياسين وهو وافق واصريت اننا نكتب الكتاب، وبما انه وكيلك تم كتب الكتاب وبقيتي مرتي. هنا كانت بتسمع كلامه وبتعيط. هي فعلا بتحبه بس هو كان دايما متجاهلها ومحسسها انه مش مهتم بيها، بس طلع بيحبها واكتر منها كمان. رضا شدها اكتر لحضنه وهي ضمته بكل قوة وقالت أنا فعلا بحبك يا رضا، بحبك. رضا ابتسم بحب وبعدها بلطف وبص لوشها وابتسم. كنت حاسس إنك بتحبيني واتأكدت لما شفتك حاطة صورتي، وكمان الواد اللي كان جاي يتقدم عرفت إنه عاوز فعلا يتقدم لك، بس انت كنت بتقولي عليه مسهوك وطري مش كده؟ ضحكت هنا وهزت دماغها وهو رجع حضنها تاني. على فكرة أنا ممكن أعمل أي حاجة عاوزها، ما تنسيش إنك مرتي. هنا ضربته في بطنه وهو استحمل الضربة وفضل ضممها لحضنه، وهي رجعت ضحكت تاني وغمضت عينيها بفرحة مش مصدقة إن خلاص بقى حبيبها وكل حياتها. كان ياسين مقعد نور قدامه وبيقول انت ارتكبتي جريمة ولازم تتعاقبي. نور بصت له بصدمة. جريمة ايه؟ بعدتي عن جوزك 3 سنين، عارفة ان ده حرام وان الست اللي بتبعد عن جوزها الملايكة بتفضل تلعنها وربنا بيكون غضبان عليها. نور وقفت بصدمة. دي الست المتجوزة، لكن أنا مش عاوزة الجوازة دي وكنت مغصوبة عليها. ده مش مبرر، انتي قدام ربنا وقدام الناس مرتي. نور كانت باصة بصدمة. أنا امبارح مرضيتش أتمم الجواز عشان كنت تعبانة، ولكن دلوقت أنا شايفك اتحسنتي ولازم أتمم جوازنا. أني وعدت أبويا بكده. نور بعياط. انت مستحيل تلمسني، مستحيل. أنا مش هسلم نفسي للراجل اللي قتل أبويا. ياسين اتصدم. هو مين اللي قتل ابوكي؟ ما تفوقي بقى، انا ما قتلتوش. انا رغم اللي ابوكي عمله فيكم وفيا سامحته عشانك، ولكن بجشعه هو اللي تسبب في موته.
أنت فاكرني هصدقك؟ ياسين وقف وضغط على نفسه واستحمل وجع رجله، وقرب من الدولاب وخرج ملف واداه لنور. وأول ما فتحته لقت ظرف وجورنال. بصت لياسين اللي على وشه ملامح الثقة وقال لها: افتح الظرف ده وشوف الجورنال. وفعلا مسكت الظرف وفتحته، وكان من مامتها. فبدأت تقرا الكلام المكتوب وبدأت تعيط، وبسرعة مسكت الجورنال وفتحته وصدمة كانت على وشها. ياسين قرب منها: ما كنتش عاوز اجيبها لك كده، بس انت اللي اصريتي على كده. خرج ياسين من الأوضة وهبد الباب بغضب، وهي رجعت تقرا الظرف تاني. نور حبيبتي، أنا آسفة. أنا لما كلمتك وقلتلك إن أبوكي مات، كان وقتها جت اتصال على تليفون مازن أخوكي من مساعد والدك اللي بيقول إن أبوكي اتقتل. ساعتها أنا شكيت إنه جوزك، وده لسبب عرفته قبلها بحاجات بسيطة، وإن أبوكي هو اللي قتل زين أخو ياسين مش عمك. بس اللي حصل يومها إن أبوكي عارف يلبسها لعمك من غير ما يعرف، وعلشان يداري على عملته اضطر إننا نسافر وبلغك إنك هتتجوزي علشان ما يقتلوش مازن أخوكي بداله. ياسين شاف كتير، وده لأن جدك زمان قتل أمه، واللي هي تكون عمتك ماجدة اللي احنا كدبنا عليكم وانتوا صغيرين وعرفناكم إنها سافرت. ياسين ده يا بنتي اللي كنت بتلعبي معاه وانتوا صغيرين، وكان جدك دايما بيزعقلك ويضربك عشان ما تلعبيش معاه تاني، بس هو ملوش ذنب. والحقيقة إن أبوكي كان بيسلمك ليه، وهو متأكد إنه هيحميكي. وللأسف يا بنتي إن ياسين ما قتلش أبوكي، اللي قتل أبوكي هو عمك، وأبوكي قتله في نفس اللحظة. كان علشان كل واحد بيخلص حقه من التاني، وللأسف الاتنين ماتوا. وأنا أخدت أخوكي وسافرنا الأردن عند أهلي علشان خايفة لا يعملوا حاجة فينا، بس كنت واثقة إن ياسين هيحميكي حتى لو على حساب نفسه، لأنه بيحبك من وانتوا صغيرين. وعلشان تتأكدي إن كلامي صح، هيكون عندك جريدة موجود فيها الحادث. سامحينا يا نور، أنا عارفة إنك تعذبتي، بس أرجوكي انسي اللي فات وعيشي حياة جديدة مع ياسين، وسامحينا يا بنتي. نور انهارت من البكاء تاني وقعدت تصرخ من اللي شافته: أنا إيه اللي حصل لي ده؟ بس أنا ذنبي إيه في كل ده؟ أنا بجد تعبت. بيدخل ياسين لما بيسمع صوت صراخها وبيقرب منها وهي بتبصله بدموع: أنا ذنبي إيه؟ بيحضنها ياسين وبيضمها، بيحاول يهديها: ذنبي ايه في ان ابويا وعمي وجدي انانيين وجشعين؟ ذنبي ايه؟ وانت وعمتي ذنبكم ايه؟ ليه يقتلوها ويقتلوا زين اخوك؟ ياسين بيدمع وبيبعدها اللحظة وبيبص لوشها، كان وشها مليان دموع. بتبصله نور وهي بتعيط: انا ما كنتش اعرف، صدقني. ياسين باصص لها وساكت، وهي تلقائيا حضنته وطبطبت عليه. ياسين استسلم لحضنها وشدها ليه بقوة، وبعد دقايق بيبعد عنها وهي كانت مغمضة عيونها. بيرفع وشها ليه وهي مغمضة عيونها مستسلمة ليه. وياسين قرب من شفايفها وبسها، وهي مسكت ايده وضغطت عليها، وهو بدأ يقبلها في رقبتها وينقل قبلاته على خدها، وهي حضنته وهي بتقول: ياسين ياسين. بيشيلها وبيحطها على السرير، وهي بتفتح عيونها وبتبصله بحب. بدأ يقرب منها وهي مستسلمة، وفجأة بيطفي النور وبياخدها ياسين في عالم خاص مليء بدفء وحب وعوض وبداية جديدة لحبهم.